في عزبة نائية بعيدة عن المدينة كان في بيت قديم مهجور. الناس في القرية كانوا بيقولوا إنه البيت ده مسكون، لكن محدش كان يجرؤ يروح هناك بعد المغرب. كان في شاب اسمه كريم شجاع وبيحب المغامرات. قرر إنه يروح البيت المهجور عشان يكتشف السر اللي وراه. في ليلة من الليالي كريم جه للبيت ومعاه كشاف. أول ما دخل حس برودة غريبة في الجو. الأثاث كان مغطى بالغبار والحيطان كانت مليانة شقوق. بدأ يستكشف المكان، وكل خطوة كان بيخليها بتخلي صدى صوته يتردد في الأرجاء. فجأة سمع صوت همسات جاية من الدور العلوي. قلبه بدأ يدق بسرعة، لكنه قرر يكمل. طلع السلم بحذر، وكل ما يقرب من الدور العلوي الصوت كان بيزيد. لما وصل لقى غرفة مفتوحة والباب كان بيهتز لوحده. كانت بتبص له بعيون حزينة. كريم اتجمد في مكانه، لكن بعد شوية حس إنه لازم يعرف القصة. بدأ يسأل بصوت عالي: انتي مين؟ فجأة الست ظهرت قدامه وبدأت تحكي له. قالت إنه كانت عايشة في البيت ده مع عائلتها، لكن حصلت مصيبة وراحت ضحية حادثة غامضة. عائلتها كلها اختفوا وهي فضلت محبوسة في البيت. كريم حس بالأسى وقرر إنه يساعدها. سألها: إزاي أقدر أساعدك؟ الست قالت له إنه لازم يلاقي حاجة في القبو. نزل القبو وكان مظلم وموحش. لما وصل لقى صندوق قديم، فتحه ولقى جواه صور لعيلتها وأشياء تانية تخصهم. رجع للست وقال لها: لقيت الحاجات دي، انت محتاجة تروحي. الست ابتسمت وبدأت تختفي واحدة واحدة. قبل ما تختفي قالت له: شكرا يا كريم، أخيرا هقدر أرتاح. كريم خرج من البيت وحس إنه عمل حاجة كبيرة. من ساعتها الناس في القرية بدأوا يحكوا عن الشاب الشجاع اللي ساعد روح مسكينة. والبيت المهجور بقى مكان هادي، والناس بدأوا يروحوا هناك من غير خوف. لكن كريم كان عارف إنه في حاجة غريبة حصلت، وإن الأشباح في العزبة مش بس كانت موجودة، لكن كمان كانت محتاجة مساعدة.